أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، ثم أما بعد. إن شاء الله سبحانه وتعالى هنتكلم معاكم في الحلقة عن زكاة الفطر، ونحاول ان احنا نعرف بعض الاحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الفطر، علشان زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا نعبد ربنا كما يحب الله سبحانه وتعالى وكما يرضى الله سبحانه وتعالى. اول حاجة عايزين نعرفها، او اول سؤال ممكن اسأله لنفسي واقول: لماذا سميت زكاة الفطر بهذا الاسم؟ ليه احنا بنسمي زكاة الفطر بزكاة الفطر؟ قالوا والله احنا بنسمي زكاة الفطر بزكاة الفطر لأنها بتبقى واجبة على الإنسان بالفطر من رمضان. هي بتبقى واجبة، ادي حكم زكاة الفطر. امتى بتبقى واجبة على الإنسان؟ بالفطر من رمضان. طيب امتى يفطر الإنسان من رمضان؟ الإنسان بيفطر من رمضان لو قلنا مثلا ان النهاردة يوم 29 رمضان، 29 رمضان الناس بتنتظر بالليل وتبتدي ان هي تشوف الهلال، يا ترى بكرة اليوم ال30 هيبقى فيه هلال بداية الشهر ولا الشهر عدته 30 يوم؟ فوالله لو ان النهاردة مثلا الناس شافوا الهلال بالليل فبيقولوا لنا والله يا جماعة بكرة اول يوم من ايام شوال، يبقى غروب شمس يوم ال29، غروب شمس يوم ال29 هي دي اخر شمس كانت في رمضان، وابتدينا دخلنا في اول ليلة من ليالي العيد او اول ليلة من ليالي شهر شوال. طب ان غم علينا الهلال او الناس ما شافتش الهلال، لو الناس ما شافوش الهلال يبقى بيتموا العدة 30 يوما. جبتوا الكلام ده منين؟ والله احنا بنقول الكلام ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني كما في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوم. فاحنا بنصوم اول الشهر لرؤية الهلال وبنفطر اخر الشهر لرؤية الهلال. طب ان غم علينا الهلال او ما شفناش الهلال فبنتم العدة 30 يوما او بنكمل العدة 30 يوما. يبقى اول سبب من الاسباب ان احنا سمينا زكاة الفطر باسم زكاة الفطر ان والله الزكاة بتاع الفطر دي بتبقى واجبة بالفطر من شهر رمضان. بعض العلماء ذا الإمام ابن قتيبة عليه رحمة الله تعالى ورضوانه بيقول يا جماعة والله زكاة الفطر دي يعني هي زكاة النفوس، والنفس احنا بنسميها الفطرة، فعلشان هي زكاة على النفس أو زكاة على الفطرة فمن أجل هذا سماها العلماء باسم زكاة الفطرة أو سميت باسم زكاة الفطر. تاني حاجة عايزين نعرفها، السؤال الثاني: ما هو حكم زكاة الفطر؟ ما حكم زكاة الفطر؟ أول حاجة عايز أعرفها إن إحنا عندنا الأحكام الشرعية بتنبني على 5 أحكام. أول حاجة عندي الواجب، وبعدين قصاده في صبع الخامس دون عندي الحرام، وبعدين عندي المندوب، وعندي المكروه، وعندي المباح. الواجب هي الحاجة اللي الشارع أمر بها أمر على وجه الحتم والإلزام، حاجة الشارع اللي هو الله أو الرسول أمر بها على وجه الحتم والإلزام، أنت لازما غصب عنك تعمل. طب أنا مش هعمل، والله براحتك أنت ما تعملهاش، لكن ربنا سبحانه وتعالى سيعاقبك على الترك. أنت ستعاقب على تركك لأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، أو ستعاقب على تركك لأمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قصاده اللي هو الحرام. وإيه هو الحرام؟ الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنها أو النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنها نهي على وجه الحتم والإلزام، فغصب عنك لازما تترك هذا الأمر، لأن في الشرع نهي عن أنك تعمل العملة دي. فجي واحد قال والله أنا هعمل، فبنقول والله اعمل براحتك، بس خلي بالك أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى ستعذب. جي راجل قال أنا سأترك، قلنا له والله إن تركت هذا الأمر امتثالا لله سبحانه وتعالى ورجاء أن أنت تقرب من الله سبحانه وتعالى، فدون دليل على كثرة أو على دليل على إيمانك، فأنت ستثاب على تركك إن قصدت به القرب من الله سبحانه وتعالى. الحاجة اللي بعد كده وهي الحاجة المندوبة، اللي ممكن نقول عليها المستحبة، اللي ممكن نقول عليها مثلا يعني المسنونة.
فايه هي الحاجة المندوبة؟ حاجة امر بها الشارع لكن الامر ليس على وجه الحتم والالزام، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال ايه صلوا قبل المغرب، يعني بين الاذان وبين الاقامة، والا اصلا الصلاة قبل اذان المغرب منهي عنها وقت كراهة وقت غروب الشمس، الا يجوز فيها الصلوات ذوات الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب لمن شاء، اللي عايز يصلي يصلي واللي مش عايز يصلي ايه ما يصليش. يبقى هنا طب ما الفعل كان فعل امر، صلوا صلوا صلوا، لكن جاءت قرينة صرفت الامر من الوجوب الى الايه الى الندب. الحاجة اللي هي كانت رقم 4 اللي قصاد المندوب وهي الحاجة المكروهة. الحاجة المكروهة ممكن نقول مثلا زي مثلا صوم يوم الشك اللي هو اليوم اللي يسبق يوم ايه رمضان. هو الصوم في حقيقته ايه حكمه؟ الصوم امر مشروع، حاجة عبادة ربنا سبحانه وتعالى شرعها. طيب لما انت تيجي تصوم في يوم نهى عنه الشارع، يبقى انت كده اتيت بالعبادة في مكروه او عملتها في وقت تكره في هذه العبادة، فبنسمي هنا الصيام مكروه. او واحد مثلا بيبيع، طب البيع والشراء دول مثلا امر ربنا اباح، واحل الله البيع وحرم الربا. يجي حضرته يبيع ساعة ما أذان الجمعة يؤذن، طيب البيع والشراء حلال ربنا أباحه بالشروط. واحد يبيع ساعة أذان الجمعة أو ساعة ما الإمام اعتلى المنبر أو ساعة صلاة الجمعة، بنقول له والله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لماذا لم تذر البيع؟ وربنا سبحانه وتعالى أمرك إنك تترك البيع، لماذا لم تترك البيع؟ فأنت بذلك فعلت أمرا مكروها، فعلت أمرا مكروها. الحاجة اللي في النص اللي هو الأمر المباح، والأمر المباح هو الحاجة اللي تاخد عليه لا حسنة ولا تاخد عليه سيئة. زي مثلا واحد بياكل ياخد حسنات ولا ياخد سيئات؟ والله لا ياخد حسنات ولا ياخد سيئات. طب واحد بينام ياخد حسنات ولا ياخد سيئات؟ والله لا ياخد لا حسنات ولا ياخد ايه سيئات. طيب لكن الإنسان اللي هو يعني ايه عبادة العلماء، لو أن الرجل نوى بهذا المباح القربى من الله سبحانه وتعالى إذن يثاب وكأنه يتاجر مع الله سبحانه وتعالى بفعل المباحات. زي سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول والله إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أنا ممكن بنام والله علشان مثلا إيه بنام وخلاص الجسم تعبني، أصل بقالي يومين صاحي تعبان. لكن سيدنا معاذ لما كان يجي ينام كان ينام بنية ان هو يتقوى على عبادة الله سبحانه وتعالى. انا باكل وخلاص عشان ما اموتش هفطس يعني لما مش هاكل. لكن يجي واحد من العباد والعلماء ياكلوا فهو ياكل لكي يتقوى على عبادة الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا عرفنا ان احنا عندنا الاحكام الشرعية 5: الواجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام. طيب ما حكم زكاة الفطر؟ زكاة الفطر واجبة يعني أنا لو ما طلعتهاش الإنسان يأثم بعدم إخراجها، الإنسان يأثم بعدم إخراجها. فأنت حضرتك لو ما خرجت الزكاة الفطر تكون آثما بذلك. طب وانتوا جبتوا هذا الحكم منين؟ جبناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليهما، وهو سيد المتأسين أو من سادات المتأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في المتفق عليه كان يقول عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد، على الذكر والأنثى، على الصغير والكبير من المسلمين، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة. حط على كلمة سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليهما دايرة. لما قال لي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، إذن هي مفروضة عليك، إذن هي واجبة. والعلماء يعني الإمام ابن المنذر رضوان الله تبارك وتعالى عليه قال: وأجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر واجبة على المسلمين. يبقى زكاة الفطر واجبة. صحيح الإمام ابن حجر رضوان الله تبارك وتعالى استدرك على الإمام ابن حجر استدرك على الإمام ابن المنذر الإجماع، قضية الإجماع، أن في ناس بيقولوا بسنيتها وأنها مسنونة. لكن في النهاية والمحصلة زكاة الفطر إنما هي واجبة بقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وبإجماع الأمة على أن زكاة الفطر مفروضة على المسلمين. المسألة اللي بعد كده: هل زكاة الفطر دي واجبة على الجنين اللي هو في بطن الأم؟
طب قبل ما اعرف هل هي واجبة ولا مش واجبة على الجنين، طب ما انا عايز اعرف اولا من هو الجنين. الجنين هو الحمل في بطن أم. طب ليه انت بتسمي الحمل جنين؟ هي فزلكة؟ لا مش كده، اصل هو الجنين حمل في بطن أم علشان هو مستتر، الحمل في بطن أم عشان مستتر على الأنظار فسمي جنينا بسبب ذلك. علماء اللغة العربية بيقولوا ان اي حاجة او مادة الجيم والنون تدل على ما استتر وخفي عن الانظار. مثلا الجن مكون من جيم ونون وانت عمرك ما شفتهم. الجنة يعني البستان الممتلئ بالشجر الكثير، ليه سمي بالجنة؟ لان الراجل لو دخلوا هيتدرج جواه فيستتر. الجنة التي وعدها الله المتقين، حضرتك لو دخلت الجنة خافية عن الانظار لم يرها احد. طيب بالنسبة مثلا الجنين لأنه مستتر في بطن أمه فبسبب ذلك سمي إيه جنين. طيب هل الحمل اللي في بطن الأم دون يجب عليه ذكاء ولا لا تجب عليه الذكاء؟ والله احنا علشان نعرف لازم نميز الأول حياة الجنين إلى مرحلتين عمريتين. أول مرحلة من أول حصول الحمل إلى مرور 4 أشهر، وبعد بداية ال4 أشهر، وبعد مرور أو نهاية ال4 أشهر إلى أن تضع الأم الجنين. طب جبت التمييز ده منين؟ هو التمييز حصل بسبب مسألة نفخ الروح. أصل هو قبل في فترة ما كانش يعني لم ينفخ فيه الروح، وفي الفترة الثانية كان الله سبحانه وتعالى قد أمر أن ينفخ فيه الروح. الدليل على ذلك ما روي في الصحيحين من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مضغة 40 يوما نطفة ثم يصير علقة مثل ذلك، يعني 40 زي يوم، ثم يصير مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله تبارك وتعالى إليه ملك فيأمر الله تعالى بنفخ الروح فيه، ويؤمر الملك بكتب 4 كلمات: رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد. طيب دلوقتي الإنسان عاش يعني 40 نطفة، 40 علقة، 40 مضغة، ادي 120 يوم. 120 يوم. طب والشهر عندي 30 يوم، شهر 30 يوم يبقى انا عندي 4 أشهر. فلازم انا افرق الجنين قبل ما يتم 4 أشهر وبعد ما تم 4 أشهر. قبل ما الجنين يتم 4 أشهر لا تجب عليك فيه الزكاة ولا يسن ان تخرج عنه الزكاة. ده الكلام دون قبل ما يتم الجنين في بطن الام 4 أشهر. لماذا؟ لان الجنين في الفترة دي كان ميتا مش حي. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم بعد نفخ الروح في الرحم فأحياكم ثم يميتكم. بعد الإنسان ما يتم عمره على دار الدنيا يميته الله تعالى ليكبر، ثم يميتكم ثم يحييكم عند البعثة الثانية ثم إليه ترجعون. فالإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح الإنسان في هذه الفترة ميت، فلا يسن ولا يجب ان احنا نخرج عليه زكاة. طب بعد ما يتم 4 أشهر، طيب يبقى هو كده الله سبحانه وتعالى نفخ فيه الروح، اذا يسن عليك ان تخرج عنه زكاة. خلي بالك انا قلت قبل كده انها واجبة على المسلمين، الحر والعبد، الذكر والانثى، الصغير والكبير، لكن بالنسبة للحمل في بطن امه اذا اتم 4 أشهر فعندها يسن ان نخرج عنه الزكاة. طب دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله هي سنة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقد روي أن عثمان رضي الله عنه أخرج الزكاة أو أخرج زكاة الفطر عن الجنين. طب وانا ليه اصلا اسمع كلام سيدنا عثمان؟ انا بسمع كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبس. لا، انت تسمع كلام سيدنا عثمان لان النبي صلى الله عليه وسلم امرك انك تسمع كلام الخلفاء الراشدين المهديين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عثمان هو الخليفة الثالث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى سيدنا عثمان هو الخليفة الثالث، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي
ثم اختلف في يعني خلافة أو يعني ولاية الحسن بن علي، هل هي داخلة في الخلفاء الراشدين أو غير داخلة، لأن سيدنا الحسن بن علي تولى الإمارة 6 أشهر وهي تمام 30 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. عموما أنت مأمور باتباع سنة سيدنا عثمان رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين. يبقى يسن ان انت تخرج زكاة عن الجنين اذا اتم في بطن امه 4 أشهر. المسألة اللي بعد كده، طيب إذا كنا إحنا قلنا أن زكاة الفطر واجبة على الذكر والأنثى على الصغير والكبير، فهل هي واجبة على المرأة النفساء؟ يعني في امرأة مثلا نفساء كانت وضعت حمل ولدت فبقت أصبحت امرأة نفساء، هل تجب عليها الزكاة؟ ممكن المرأة دي ما تكونش أصلا صمت ولا يوم من رمضان، طب هل تجب على ابن اللي في أولى أو تانية أو تالتة ابتدائي ممكن ما يكونش صام ولا يوم من رمضان؟ أيوة هي واجبة. الحكم متعلق بالعلة، وعلة كونها إنها امرأة مسلمة، هي امرأة مسلمة صغيرة أو كبيرة مش هتفرق، والولد الصغير هو ولد مسلم صغير أو كبير، فالحكم متعلق بالصغير والكبير المسلم. طب مسألة هي صامت أو ما صامتش، والله حاجة مش بالنسبة لنا مش تفرق كتير، هي زكاة الفطر عليها واجبة حتى لو ما صامتش ولا يوم من رمضان، فالمرأة النفساء يجب عليها، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير على الذكر والأنثى، على الحر والعبد، على الذكر والأنثى، على الصغير والكبير من المسلمين. وما دام حضرتها امرأة من المسلمين، امرأة صغيرة أو كبيرة، فيجب عليها زكاة الفطر. المسألة اللي بعد كده وهي مسألة ايه الحكمة من زكاة الفطر؟ هو احنا ليه بنطلع زكاة الفطر؟ في سنن الامام ابي داود رحمه الله تعالى بسند حسنه الشيخ الألباني رحمه الله الجميع، هذا الأثر عن سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عن عبد الله بن عباس وعن أبيه قال، شوف بقى سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ايه؟ قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. عد على صبعك كده الحكمة. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. وفي كلمة جميلة قوي للإمام وقيع بن الجراح رحمه الله تعالى، بيقول والله يا جماعة، زي ما أنتم تجبروا السهو في الصلاة بسجود السهو، كذلك أنتم تجبرون ما زللتم فيه يعني في صيامكم بزكاة الفطر، فهي يعني تجبر الكسر. فسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، اللي يأديها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، زكاة فطر مقبولة، ربنا يتقبل منك. طب واللي يتكاسل ويطنش ويكبر دماغه لحد ما يصلي العيد ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وطبعا هيأثم لترك أمر أمره به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى احنا عندنا الحكمة أو من بعض الحكم في مسألة فرض زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. الحاجة الثانية أنها طعمة للمساكين. المسألة اللي عايزين نتكلم عليها بعد كده وهي مسألة هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر ولا لا تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟ هل ينفع ان انا اطلع فلوس نقدية ولا لازم ان انا اطلع حبوب؟ والله هذه مسألة خلافية اختلف العلماء فيها إلى فريقين. تعال نشوف آراء كل فريق وشوف حضرتك هتقتنع في النهاية بأهل رأي بأنهي رأي، والأدلة الصحيحة حتى يعني إيه الأدلة الصحيحة هتسوقك إلى أنهي عمل، وأنت يعني حضرتك برضو ممكن أنت تسأل وتستشير أهل العلم في هذه المسألة. الفريق الأول وهم جماعة من العلماء أجازوا أن حضرتك تخرج القيمة. جماعة من العلماء أو فريق من العلماء أجاز أن حضرتك تخرج القيمة. نقلت لكم من كتاب المغني للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. الإمام ابن قدامة بيقول: وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة أنها تجوز. يبقى كده أنا عندي الإمام سفيان الثوري والإمام أبو حنيفة قالوا أنها تجوز.
قال الإمام ابن قدامة ولا زال الكلام له، قال ولقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعن الحسن البصري. يبقى أنا دلوقتي عندي 4 من العلماء بيجيزوا إن حضرتك تخرج القيمة، منهم الإمام سفيان الثوري، منهم سيدنا الإمام أبو حنيفة، منهم سيدنا عمر بن عبد العزيز، منهم الحسن البصري سيد من سادات التابعين، علماء أجازوا. الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع بيقول قال وهو الظاهر من مذهب الإمام البخاري عليه رحمة الله في الصحيح. سيدنا الإمام النووي في كتاب المجموع بيقول إن الظاهر من كلام الإمام البخاري في الصحيح أنه أجاز أن تخرج زكاة الفطر بالقيمة بالفلوس، ماشي، ورغم يعني مخالفة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى للحنفية في مسائل كثيرة، لدرجة أنه كان دائما يقول يعني وقد قال بعض الناس يقول ذلك عن الحنفية، ورغم ذلك وفقهم في هذه المسألة. شوف الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى قال لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر. بيقول لك مفيش بأس أن أنت تعطي الدراهم، مفيش بأس، ما عندناش مانع أن أنت تعطي الدراهم والدنانير في زكاة الفطر. عطاء بن رباح وهو من فقهاء المدينة السبعة بيقول أو يحكى عنه أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقة، والورق اللي هو الدراهم الفضية. يبقى دول مجموعة من العلماء أجازوا إن إحنا نخرج في زكاة الفطر القيمة، منهم الإمام أبو حنيفة، الإمام سفيان الثوري، سيدنا عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، عطاء بن أبي رباح. الظاهر هذا هو الظاهر من مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، دم كلهم. طب والله يا جماعة انتوا على رأسنا وناس محترمين واحنا نبجلكم ونعظمكم جميعا، لكن ما هي أدلتكم؟ قالوا والله احنا أدلتنا مثلا يعني أن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه لما ذهب إلى أهل اليمن قال ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه لما راح اليمن بيكلم أهل اليمن بيقول لهم يا جماعة ائتوني بكل خميس أو لبيس. بكل خميس يعني الحاجة اللي هي بلغت 5 أذرع والدراع بيساوي 60 سنتي، يعني حاجة طويلة الناس تقدر تستعملها. ائتوني بكل خميس أو لبيس، أو حتى أي حاجة أنت استعملتها بس يبقى فيها الروح إن احنا نستعملها مرة ثانية. ليه كده؟ قال فإن ذلك أيسر لكم وأنفع للمهاجرين اللي هم سابوا ديارهم من مكة وراحوا المدينة، وأنفع للمهاجرين بالمدينة. لكن ممكن نرد عليهم والله يا جماعة ده الحديث دون أخرجه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وأعله بالإرسال، فهذا حديث مرسل، والحديث المرسل أصلا من درجات الحديث الضعيف. ثانيا هذا الحديث في الجزية وليس في قضية الزكاة. هذا الحديث في الجزية وليس في قضية الزكاة. ليه؟ لأن في قضية الجزية إن سيدنا معاذ كان بيأخذ الجزية من الكفار ثم يبعثها إلى المسلمين في المدينة، لكن الصدقة أو الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال يا معاذ ثم أخبرهم أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. يبقى الزكاة دي ما تخرجش بره المدينة، احنا ناخدها من الأغنياء نردها على الفقراء. لكن هنا سيدنا معاذ بن جبل قال لهم يا جماعة ائتوني بكل خميس أو لبيس آخذه منكم فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. يبقى هو هيعمل له عملية، يبقى استدلال أصلا في غير محله، لأن هذا الاستدلال كان في الجزية ولم يكن في الزكاة. الدليل الثاني ان هم بيقولوا في حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. أولا الحديث دون حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف الإسناد. فممكن انت تقول لي طب وفيها ايه لما نعمل بالحديث الضعيف؟ حتى العلماء اللي هم أجازوا العمل بالحديث الضعيف يا حبيب الغالي أجازوها في فضائل الأعمال. قالوا والله احنا نعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرط ان هو ما يخالفش نص صريح من القرآن، بشرط ان ما يكونش في الأحاديث الضعيفة وفي الآيات القرآنية ما يغني عن استعمال الحديث الضعيف. لكن خلي بالك ده زكاة الفطر دي عبادة، فكيف أصلا انت تعمل بها أو كيف تعمل فيها بحديث ضعيف؟ كيف تعمل بحديث ضعيف؟
ثانيا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أغنوهم عن السؤال. هو الإغناء أصلا ما لا يكون أو أساسه الأصلي أن يكون بالطعام، أساسه أن يكون بالطعام. هي أصلا الناس مذلولة في الدنيا، والناس طفحانة الدم، والناس شقيانة ليل ونهار. ليه؟ من أجل لقمة العيش، من أجل لقمة العيش، يبقى من أجل الطعام والشراب. وإن كان المال، لكن المال وسيلة، المال وسيلة، والغاية الكبرى هي أن الناس يسعون من أجل تحصيل الطعام والشراب. هم قالوا دليل كمان، الدليل ده دليل عقلي. قالوا والله يا جماعة لو احنا مثلا يعني ما دام تتحد المقادير المالية فلا مش هنختلف. ما دام مثلا 3 كيلو رز بيساوي مثلا 15 17 جنيه مثلا او 18 جنيه، دي بيساوي دي مش هتفرق ما دام انت طلعت في النهاية. فهنرد عليهم برضو بأن لابد من الاتباع، لابد من اتباع شرع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نشوف أقوال أو من هم أصحاب الفريق الثاني اللي هم منعوا أو لم يجيزوا إخراج زكاة الفطر بالمال. مجموعة من العلماء أو أغلب العلماء لم يجيزوا ان احنا نخرج زكاة الفطر مال. قال الامام النووي عليه رحمة الله تعالى في المجموع، ركز في كلام الامام النووي، قال ولا تجزئ القيمة عندنا. عندكم انتم مين؟ الشافعية، لأن الإمام النووي رحمه الله كان من الشافعية العظام رحمه الله تبارك وتعالى، كان تلميذ الشافعي الصغير. قال لك الإمام النووي رحمه الله قال ولا تجزئ القيمة عندنا، وبيكمل الكلام قال وبهذا القول قال الإمام مالك، وبه قال أحمد، وبه قال الإمام ابن المنذر. يبقى دي قولة للإمام النووي رحمه الله. قال الإمام الخراقي عليه رحمة الله قال ومن أعطى القيمة لم تجزئه، اللي يعطي القيمة مش هتجزئه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، ركز في الكلمتين دول لأنهم جمال قوي. سئل الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بيقولوا له يا إمام أنت لا تجيز القيمة، أنت حضرتك مش بتجيز القيمة. عايزين نقول لك على واحد كان أفضل منك بكتير، هو سيدنا عمر بن عبد العزيز كان بيجيز القيمة. فرد الإمام أحمد بن حنبل وقال يا قوم أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال عمر بن عبد العزيز. النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني سيدنا عبد الله بن عمر قال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وانتوا تيجي تقولوا لي سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يجيز القيمة. وقد قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بس أطيعوا الله أطيعوا الرسول. كلام الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المحلى يقول قال الإمام ابن حزم ظاهري المذهب، ركز في كلامه، قال ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمر. بيقول لك أنت ما يجزئش أنت تطلع بعض الصاع شعير وبعضه تمر، يعني الصاع مثلا قد كده، ما ينفعش أن أنت تطلع شوية شعير وما ينفعش أن أنت تطلع بعضهم تمر، لازم تطلع الصاع كله على بعضه من صنف واحد. طيب ركز بقى في الكلمتين الجايين، قال ولا تجزئ قيمة أصلا. تاني ولا تجزئ القيمة أصلا، القيمة لا تجزئ أصلا. ليه انت قلت كده يا إمام ابن حزم؟ قال لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الحاجات دي غير ما فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب ما هي أدلة هذا الفريق؟ أدلة هذا الفريق مثلا عندك العمدة في هذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هو حديث في الصحيحين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. خلاص، فالعلماء قالوا دون دليلنا، قالوا فإن عدل المرء عن ذلك فقد ترك المفروض. اللي يعدل عن ذلك ويتحول ويغير الوجهة ويقول الفلوس تجزئ فقد ترك المفروض، عمل حاجة غير التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك الحاجة اللي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث كمان من أدلتهم وهو عند الإمام أبي داود والإمام ابن ماجه من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنهما، أو حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الحب من الحب.
والشاة من الغنم، خذ الحب من الحب، وخذ الشاة من الغنم، والبعير يعني الجمل، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر. لكن برضو بدون حديث ايه ضعيف، هذا حديث ايه ضعيف. ماشي. بعض الناس مثلا ممكن يقول ايه يا جماعة احنا والله يعني احنا لو طلعنا للفقراء طعام رز وغلة وشعير وتمر وزبيب وغيرها من الاشياء، طب ما دون هيتكدس عند الفقير ومش هيقدر ان هو يتصرف فيه، وممكن ان هو يتصرف فيه ان هو يطلع يبيعه مثلا فيبيعه بالثمن بخس. نقول لحضرتك اولا دي علة عقلية، او يعني دي كلام تأليف انت اخترعته اقتنعت بيه حاسس ان هو كلام كويس. ممكن احنا برضك او ممكن الفريق الثاني يخترع لك كلام زيه. طب بص هو تكدس عنده الطعام، طب ما ممكن مثلا ياخد مثلا مشنة ولا حلة ويطلع بهم السوق يبيع ويرزق ويتعلم صنعة، وبدل ما هو يبقى رجل مثلا بطال او قليل العمل ممكن ربنا يوسع عليه في مسألة التجارة ويرزق من وراء هذا الامر، وتبقى يعني ايه عادة وصنعة له ايه طيبة. خلاص. هذا القول اللي انت بتقوله دي مسألة اجتهاد وماشي، يعني انا بقول لك اجتهد بمزاجك زي ما انت عايز، بس المهم ما تخالفش رأي مجمع عليه، ما تخالفش نص قرآني، ما تخالفش حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اجتهد كيفما شئت ما دمت انت يعني ايه لن تخالف امرا قد يعني ايه قد بحثه العلماء واجمع العلماء على ايه على حكم فيه. وعموما يعني معلش هو برضو العلماء يقولون لا اجتهاد مع النص، وما دام في نص في المسألة فازاي حضرتك تقول ان دون انفع للفقير، وان دون حتى لا يتكدس عنده الطعام، وحتى ان هو لا يفسد عنده ان هو يضطر ان هو يبيعه بثمن بخس. اعتقد ان كلها يعني ايه كلام ممكن ما يكونش مطابق لبعض الايه الحقيقة. وقد قال الله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، وربنا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الايه الخبير. برضك حتى كمان ان العلماء بيقولوا في القواعد الفقهية ان السكوت في مقام البيان يفيد الحصر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش شيخ قاعد على كرسي حافظ كلمتين طلع يقولهم، ولا فقيه محضر درس طلع يقوله، ولا كذا ولا كذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع. فالمفروض يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لما يتكلم في قضية فيها بيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين كل ما فيها. طب القضية دي النبي صلى الله عليه وسلم سكت فيها، يبقى إذن تفيد الحصر. فالعلماء قالوا أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في مقام يقتضي البيان يفيد أن المسألة إيه قد حصرت. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال يعني إيه لما سيدنا عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينقل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير. هل النبي قال صاعا من تمر أو قيمته؟ هل قال صاعا من شعير أو قيمته؟ طيب إذا كانت المسألة تقتضي البيان فكان الأولى أن النبي يبين. أما وقد سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر يفيد الحصر. ماشي. فالعلماء قالوا أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر. مسألة ثانية، بعض الناس ممكن يقول يعني الفلوس لما نديها للفقير والله يقدر يشتري جزمة لابنه، جزمة لبنته، فستان لابنه وبنطلون لابنه، وفستان لبنته وبنطلون لابنه. هذا برضو كله كلام عقلي، ويرد عليه بأن دي زكاة فطر، أنت ما ينفعش تطلعها غير من الطعام. لكن عشان هو يشتري بقى الفقير جزمة لابنه وشنطة لبنته، دي بقى يعني ايه ربنا يرزقه بواحد بيطلع زكاة ماله، اللي يطلع زكاة ماله يديها لهذا الرجل يخرج يعني ايه يشتري لابنه ويفرح أولاده كبقية الأولاد. لكن بالنسبة لزكاة الفطر معلش مش ينفع تطلعها غير ان حضرتك تطلعها من الطعام، ما ينفعش ان انت تطلعها غير من الطعام. في عجالة سريعة بقى علشان نختم، هنتكلم عن بعض الاوزان او الصاع بيساوي قد ايه بالوزن. عندك الرز مثلا الصاع بتاعه بيساوي 2 كيلو و300 جرام، الرز الصاع 2 كيلو و300 جرام. بالنسبة لللوبيا الصاع بتاعه بيساوي 2 كيلو و600 جرام.
بالنسبة للفول الصحيح اللي هو الفول الكامل مش المجروش يعني، الصاع بتاعه بيساوي 2 كيلو و450 جرام. بالنسبة للدقيق الصاع بتاعه بيساوي 2 كيلو و350 جرام. بالنسبة للفاصوليا الصاع بيساوي 2 كيلو و650 جرام. بالنسبة للعدس ابو جبة الصاع بتاعه بيساوي 3 كيلو. بالنسبة للعدس الاصفر الصاع بتاعه بيساوي 2 كيلو. طبعا مصارف الزكاة اللي وردت في قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، لكن طبعا الاولى ان احنا نطلعها للفقراء والمساكين من باب اغنائهم في هذا اليوم اللي هو يوم العيد. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وان يجعلنا من الهداة المهديين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.